موضوع قانون الإيجار القديم قلب الدنيا من امبارح. ايه الحكاية؟ تعال أقولك. امبارح السبت بتاريخ 9 نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرار بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 اللي هو قانون تحديد أجرة ومدة إيجار أي شقة سكنية. القانون ده كان في مصلحة المستأجر مش المالك، وده لسببين. الأول هو إن عقد الإيجار ما كانش بيتحدد فيه مدة، يعني أبدي، فيما معناه إن المستأجر والورثة من الدرجة الأولى يفضلوا يورثوا الشقة للأبد، بس ده كان بشرط إنهم يكونوا مقيمين فيها. السبب الثاني هو كان تأبيد ثمن الإيجار، والزيادة السنوية ما تزيدش عن 7%. يعني ايه يا شهاوي؟ يعني الايجارات الشهريه للايجار القديم دلوقتي ممكن تبقى 40 و50 جنيه. فالمحكمه الدستوريه قالت لك لا، ده ما يبقاش عدل بالنسبه للمالك، لان اسعار الايجارات ما تناسبش الوقت اللي احنا عايشين فيه. يعني في الوقت اللي الشقه بتتاجر فيها ب 3 و4000 جنيه في منطقه ما، ملاك الايجار القديم بيأجروها ب 40 و50 جنيه. من الناحيه الثانيه المستاجرين بيقولوا يا ليل يا عين. طيب هل القرار ده يخص المحلات التجاريه والصناعيه؟